حارب من أجل الأشياء التي تحبها، اسعى حتى تحصل على ما تريد. ليس بوسعك أن تغير الواقع، ولكن يمكنك تحريك المستحيل. المارد الأحمر يحرك المستحيل وينجح في الفوز بالمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الممتاز. إعصار النادي الأهلي تسونامي يضرب شاطئ الإسكندرية بزلزال 4 ريختر ويسقط سيد البلد. مباراة الأهداف الجميلة، وسام أبو علي بيحرز الهدف الأول الدقيقة 28 من منطقة الجزاء ويحطها في ال90. رضا سليم بيحرز هدف أكتر من رائع الدقيقة 32 الهدف الثاني للمارد الأحمر، ويقول للكرة لفي لفي، هدف يتحط في برواز وتحط في معرض في باريس. أما عن الهدف الثالث بازوكا يا عم الحاج بازوكا، كرة صاروخية عبر القارات من عمر كمال عبد الواحد، كلنا استغربنا حتى المعلق استغرب. هدف أكتر من رائع الهدف الثالث. أما عن الهدف الرابع من منطقة الجزاء، كهربا ينزل يخلص يجيب الرابع للمارد الأحمر لينتصر على الاتحاد السكندري بنتيجة 4-1. أما عن أبرز تصريحات كولر بعد اللقاء، وضح أنه كان من الممكن توسيع الفارق وإحراز أكتر من هدف في مباراة الاتحاد، وأدرك أيضا أنني لم أرضي كل اللعيبة، وهناك لعيبة تعتقد أنني أحب وأكره، وأنا لا أدرك هذه الجزئية تماما، ولكني أركز في جزئية تدوير اللعيبة، راحت بعض اللعيبة ولعب بعض اللعيبة، بحيث أن اللعيبة تفضل موجودة معايا في كل اللقاءات. أما عن تصريحاته في أداء وتطور عمر كمال عبد الواحد، وضح أن عمر كمال بيلعب لنا كور عرضيات باليمين وكور عرضيات بالشمال، واحنا بنقدر نستغلها الحمد لله الفترة اللي فاتت. وضح كمان بنستغل سرعاته واختراقاته، بدليل ان هو حصل على ضربة جزاء واحرز هدف جميل بتسديدة اكتر من رائعة. اما عن موقف اصابة رامي ربيعة بعد اللقاء، هو واحمد نبيل كوكا، تحديدا الدكتور احمد جاب الله صرح على موقع الرسمي للنادي الاهلي بعد اللقاء وقال احمد نبيل كوكا بيعاني من كدمة قوية في الركبة، اما ربيعة بيعاني من كدمة قوية اسفل الكاحل، والاثنين هيخضعوا الاشعة لمعرفة حجم الاصابة. ومن الواضح ان ازمات خط دفاع النادي الاهلي ستظل قائمة طول الموسم. كولر يعاني وبشدة. محمد عبد المنعم النادي الاهلي بيفقد خدماته في لقاء بلدية المحلة القادم لتعدد الانذارات. اما عن الاخبار المتعلقة بالمارد الاحمر في الصحف الافريقية، صحيفة كيك اوف في الجنوب افريقيا توضح المارد الاحمر يسعى في ضم مكوينة نجم خط وسط ماميلودي سان داونز بقوة رهيبة. ليه؟ ده بيعوض رحيل الو ديانج اللي هيتم رحيله للسعودية بمبالغ طائلة. اما عن الاخبار المتعلقة بنهائي دوري ابطال افريقيا ما بين النادي الترجي والنادي الاهلي، لقاء الذهاب في تونس ان شاء الله، الاتحاد الافريقي يوضح مصطفى غربالة هو حكم اللقاء ان شاء الله، ويعاونه على تقنية الفار الحكم دحاني بيدا الموريتاني. اما حين الحديث عن مواجهة الاهلي القادمة ان شاء الله، هتبقى مواجهة الاهلي في الدوري المصري مع المحلة يوم 11/5 تحديدا يوم السبت القادم الساعة 7. دي اخر مواجهة للنادي الاهلي في الدوري المصري واخر مواجهة ليه في مصر قبل السفر ان شاء الله لتونس لمواجهة نادي الترجي يوم 18. بس قبل ما ابتدي الحلقة بتاعتنا النهارده، اتمنى نعمل لايك للحلقة دي ونعمل شير في كل اماكن فضلا وليس امرا، بحيث ان يوصل صوتنا لاكبر عدد من المتابعين والمشاهدين. ويلا بينا نبتدي الحلقة بتاعتنا. في بدايه حلقتنا اهلا وسهلا بكل عشاقنا الجمال، ومليون مبروك لعشاق النادي الاهلي وعشاق قناه ابراهيم مش فايق. صار النادي الاهلي على الاتحاد السكندري بنتيجه 4-1، نتيجه قويه جدا بتوضح قوه المارد الاحمر وقوه خط هجومه، وان الفريق متكامل تكامل هايل جدا. بس الحاجه الجميله جدا اللي كان كويسه داخل لقاء النهارده هي تحديدا الروح الجميله اللي بين اللعيبه. اعتقد مفيش خلاف ما بيننا في جزئيه ان اللعيبه عندها مهارات فرديه ومهارات تكتيكيه ومهارات جماعيه هايله جدا، بس اكتر ما يميزهم الفتره دي ان اللعيبه قريبه جدا من بعض وتحس ان مفيش مشاكل. قفشه بس كانت المشكله بتاعته مع كولر وتم حلها. قفشه ما كانش بيميز لعيب بعينه، قفشه كان بيوضح بعض نقاط هو كان متلخفن فيها او كان شايفها بصوره خاطئه، وكولر خلاص صالحه وتم حل المشكله. لكن اللعيبه في ارض الواقع او تحديدا في ارض الملعب بتأدي باداء هايل وفي روح جميله جدا ما بينهم، وهو ده اللي مميز تيم النادي الاهلي حاليا. في ثنائيات جميله جدا كده لو تلاحظ بعد احتفالات كل جون، كهربا وامام عاشور وعمر كمال ووسام ابو علي، تحديدا رضا سليم وحسين الشحات، ثنائيات كده جميله في الاحتفالات بتحس ان هم دايما مشاركين بعض. ولو تو موجود معاهم في الملعب هتلاقيه بيشارك كده في بعض الاحتفالات، كل لعيب يعمل حركه بيعملها زيه. يعني بمعنى اصح اللعيبه قريبه من بعض، وده ما يميز النادي الاهلي، واحنا ما عندناش اختلاف خالص في الفنيات الخاصه باللعيبه او المهارات الفرديه لكل لاعب. كل لاعب كتله قويه جدا بالنسبه لتيم النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي بيضم افضل لعيبه الفتره دي. لو جينا بقى اتنقلنا للجزئيه الثانيه، احصائيات اللقاءات. النادي الاهلي لعب مع الاتحاد السكندري سجل حافل جدا من اللقاءات، 122 لقاء ما بين الاثنين. النادي الاهلي نجح في الانتصار في 82 لقاء، النادي الاهلي خسر من الاتحاد السكندري 16 لقاء، الاثنين اتعادلوا في 24 لقاء. النادي الاهلي جاب تحديدا سجل 212 هدف وسكنت شباكه 71 هدف. اما حين الحديث عن اللعيبه الاكثر تاثيرا داخل مجريات لقاء الاهلي والاتحاد السكندري، هم الاربع لعيبه المتعلقين بالاهداف داخل مجريات اللقاء، تحديدا وسام ابو علي، محمود كهربا، رضا سليم، عمر كمال عبد الواحد صاحب الدنا والمدفع الغير متوقع.
وسام ابو علي ارقامه بتتكلم عنه مهاجم على طراز عالي، لعب 7 لقاءات في الدوري الممتاز، 4 منهم اساسي و3 منهم احتياطي، سجل 4 اهداف وصنع هدفين. وسام ابو علي 6 مساهمات تهديفيه داخل 7 لقاءات من الدوري الممتاز، اداء هايل جدا ومشرف ابن فلسطين البار. وسام ابو علي خطوه قويه جدا لانتقاله النادي الاهلي، وهو ان شاء الله هيضيف للنادي الاهلي. وضح قبل كده في تصريحه في مباراه مازيمبي بعد الصعود، قال لك انا مش مصدق نفسي ان انا هلعب نهائي دوري ابطال افريقيا او هلعب نهائي، لان ما جربتش ده في حياتي، وان شاء الله الفتره الجايه هتجرب حاجات كتير جدا مع النادي الاهلي. اما عن رضا سليم صاحب الهدف الثاني واللعيب الاكتف الهايل الفعال، رضا سليم كان اتعطل الفتره اللي فاتت بسبب الاصابه. رضا سليم احنا جايبين لعيب هداف الدوري المغربي موسمين، يعني حاجه هايله جدا، لعيب متفجر. رضا سليم بعد ما رجوعه من الاصابه ابتدى خطوه بخطوه ستيب باي ستيب لحد ما رجع وبقى يأدي باداء هايل جدا. رضا سليم لو بصيت عليه كده وهو بيلعب الكوره، ده لعيب مش بيلعب كوره عشوائيه، صوره فوتوغرافيه كده كانه مصور بيصور كده بمعنى صح، او بيصور اللاعب اللي قدامه، بيصور المرمى وبيشوف ابعاده وبيلف الكوره ار2. فاكرين كده الكوره بتاعت اسيان في ماتش ارسنال لما المعلق قال لك لف لف لف، كوره هايله جدا جدا جدا، بس دي بقى مش بوش رجلك الخارجي، لا دي بجنب رجلك ولفف ار2 وحته معلمه. رضا سليم ان شاء الله هيبقى ليه كيان جدا مع المارد الاحمر، رجوعه لما يرجع لفورمته اكتر هيعمل حاجه كبيره جدا وحاجه عظمه مع النادي الاهلي. ثالث لعيب معانا هو عمر كمال عبد الواحد. عمر كمال عبد الواحد حاجه هايله جدا، صرح عنه كولر بعد اللقاء وقال لك عمر بيرفع باليمين وبيرفع بالشمال، واحنا بنستغل العرضيات دي الفتره اللي فاتت. عمر اداؤه هايل جدا، استفدنا منه من الاختراقات بتاعته، بدليل ان هو احرز هدف وكمان عمل ضربه جزاء. المدير الفني بتاعك لما يتكلم عنك بالصوره دي بعد اخفاق لما حطه في مركز غير مركزه، واللعيب ساعتها ادى باداء سيء وخسرنا بسببه في بعض اللقاءات، اللعيب كون ان هو يرجع ده معناه ان لعيب فت ولعيب هايل. وطبعا ده لعيب منتخب، عمر كمال عبد الواحد ما كانش بعيد عن المنتخب، ده لعيب منتخب ويستاهل كل خير. لكن عمر كمال عبد الواحد احرز هدف من اجمل الاهداف اللي احنا شفناها على مدار الدوري المصري، كره كده بتفكرنا بمعنى اصح من ايام كوارشي الشويط ومن ايام خطيب، من ايام اللعيبه الجميله جدا، من ايام كابتن حسن شحاته ومن ايام كابتن فاروق جعفر ومن ايام كابتن مجدي عبد الغني، العالم الشويطه دي، الناس الحريفه جدا في الشوط. اما لو جينا بقى للحاجه الرابعه تحديدا، محمود كهربا. محمود كهربا اللعيب الجميل جدا اللي بينزل بعض اللقاءات بيعمل بعض التاثيرات بسيطه ولكن بيحل ازمه خاصه بخط الهجوم. محمود كهربا ثاني لقاء ليه على التوالي سجل هدف من ضربه جزاء بعد نزوله. اللقاء الاولاني اللي قبل ده في ماتش الجونه نزل جاب جون، اللقاء الثاني بتاع الاتحاد السكندري نزل جاب جون من ضربه جزاء. محمود كهربا يعتبر ساهم في 16 هدف مع النادي الاهلي، احرز 11 هدف وتحديدا ساهم في 5 وصناعه 5 اهداف. محمود كهربا لعيب جميل جدا وموهوب، اي نعم قل في المستوى ورجع في المستوى تاني، مستوى متذبذب بعض الوقت ولكنه عنصر فعال مع المارد الاحمر. لو جينا بقى اتنقلنا لجزئيه مهمه وهي تحديدا النادي الاهلي بيحتاج كام نقطه في الدور الاول وتحديدا في الدوري عشان يصعد دوري ابطال افريقيا الموسم اللي جاي. زي ما احنا عارفين تحديدا الاتحاد الافريقي بعض اوقات بيجي فجاه كده بيبعت خطاب للاتحاد المصري لكره القدم بيلزمه ان في اللحظه دي يبعت لي الاربع اسامي واربع انديه، الاثنين اللي هيشاركوا في دوري ابطال افريقيا والاثنين اللي هيشاركوا في الكونفدراليه. طب موقف النادي الاهلي ايه من اللحظه دي؟ هقول لكم، بس لازم نرجع لجزئيه كده فلاش باك لجزئيه ثانيه، تحديدا استاذ احمد دياب رئيس رابطه الانديه المتعلق بالكره المصريه. الراجل وضح وقال لك ايه قبل كده؟ قال لك طبعا في بعض الاوقات احنا يعني متاهبين الحذر الاتحاد الافريقي يبعت لنا خطاب، بس احنا عارفين ان بنرجع للائحه، اللائحه وهي ايه؟ ان مش شرط دور اول دور ثاني او كلام من ده، بنرجع بنتائج الدور الاول وبنطلع وبنشوف ان كان الاربع فرق الموجودين ايه وبنتم تقديمهم تحديدا بالظبط للاتحاد الافريقي. بس قال لك ايه في اخر تصريحاته؟ قال لك انا المره اللي جايه ان شاء الله او بمجرد ما هيبعت للاتحاد الافريقي هنطلب منه الاستثناء، يعني بضع وقت ايه، اديني مساحه بس عشان نقدر ان احنا نبعت تحديدا بعد نهايه الدور الاول. يعني هو عايز يخلص الدور الاول وعن طريق نتائج الدور الاول يبعت، مش يكون الدور الاول لسه ما خلص ويجي يبعت له اسامي فيظلم بعض فرق. فقال لك هعتمد على الدور الاول بس، فعشان كده قال لك اللحظه اللي جايه او الفترات اللي جايه هنطلب من الاتحاد الافريقي يدينا مساحه بحيث الدور الاولاني يخلص بس، بحيث ان نقدم الاربع فرق اللي يستاهلوا يصعدوا. اما بقى بالنسبه للنادي الاهلي محتاج كام نقطه بالظبط؟ النادي الاهلي عنده بالظبط الفتره اللي جايه عنده 5 ماتشات، النادي الاهلي عشان يصعد فيهم دوري ابطال افريقيا عايز على الاقل تحديدا 10 نقط من 5 ماتشات، 10 نقط، وساعتها مش هيفكر بقى في نتائج نادي بيراميدز ونتائج نادي الزمالك. بعد ما عرفنا المارد الاحمر محتاج كام نقطه بالظبط عشان يصعد تحديدا لدوري ابطال افريقيا، تعالوا بقى نتكلم على اللقاءات المتبقيه، كل فرقه من النادي الاهلي او نادي بيراميدز او نادي
الزمالك اللي هم عندهم اشتباك جزئيه الصداره دول، ان كان فرقتين منهم يصعدوا دوري ابطال افريقيا وفرقه تصعد منهم الكونفدراليه. طب الثلاث فرق دول موقفهم ايه؟ يعني اقصى حاجه يوصلوا لها وعندهم كام نقطه بالظبط، يعني النقاط اللي هم بيحتاجوها عشان يصعدوا دوري ابطال افريقيا او يتفاضل ما بينهم وبين بعض، او اقصى نقاط ممكن يوصلوا لها. لو جينا بقى ركزنا كده مع نادي بيراميدز، عنده مواجهتين، مواجهه مع سموحه ومواجهه مع نادي الاهلي، يعني في ايد النادي الاهلي انه يوقع بيراميدز ويتخطاه. ماشي. لو جينا بقى ركزنا على مباراه نادي الزمالك، هنلاقي ان الزمالك عنده سيراميكا كليوباترا وعنده فاركو وعنده بلديه المحله وعنده طلائع الجيش. يعني الزمالك بعيد كل البعد عن النادي الاهلي، قراره بايده، يعني قرار صعوده دوري ابطال افريقيا بايده او صعوده الكونفدراليه برضه بايده. اما لو جينا بقى ركزنا على مواجهات النادي الاهلي عنده فاركو وعنده الداخليه وعنده الجيش وعنده بيراميدز، ده الماتش مهم جدا، وعنده فيوتشر برضه من الماتشات القويه جدا. طب اقصى نقاط ممكن يوصلها كل فرقه من الفرق دي، اقصى نقاط النادي الاهلي ممكن يوصل لو فاز في كل اللقاءات دي ل 39 نقطه، اقصى نقاط برضه النادي بيراميدز 38 نقطه، اقصى نقاط لنادي الزمالك 33 نقطه. يعني في اللحظه دي نادي الزمالك هيبقى في المركز الثالث، بيحتل المركز الثالث وهيصعد كونفدراليه، اما الاهلي وبيراميدز هيصعدوا افريقيا. لو جينا بقى اتنقلنا لجزئيه ثانيه متعلقه بكاس مصر، الاتحاد المصري لكره القدم اعلن خلاص الجدول والمواعيد المتعلقه بدور ال 32 في كاس مصر. زحمه يا دنيا زحمه للنادي الاهلي، لقاءات كتير جدا ومنافسات كتير جدا للنادي الاهلي، كان ناقص النادي الاهلي كاس مصر هو كمان. النادي الاهلي عنده لقاءات طبعا في كاس مصر، اولى مواجهاته هتبقى مع الالومنيوم ان شاء الله، دي اولى مواجهاته ومشوار النادي الاهلي تحديدا في كاس مصر. لو جينا بقى اطلعنا كده على بيراميدز والزمالك والانديه دي ايه موقفها الفتره اللي جايه وايه اللقاءات اللي هتلعبها ومواعيدها، تعالوا نطلع مع بعض كده. اولى مواعيد تحديدا النادي الاهلي هيلعب يوم 29 مايو اللي هو هيبقى يوم الاربعاء ان شاء الله مع نادي الالومنيوم على استاد السلام الساعه 8 مساء. اكتب معايا بقى وسجل كده عشان تبقى عارف اللقاءات دي عشان تسمعها او تشاهدها او تستمتع بيها، دي بالنسبه للقاءات المارد الاحمر. اما لقاء نادي الزمالك وبروكسي اللي احرج نادي الزمالك فتره ما من الوقت وكان ليه بعض ضربات جزاء وكان ليه بعض الكور فيها شكوك وكان ممكن يفوز على نادي الزمالك، هيلاعب نادي الزمالك تاني تحديدا في دور ال 32 يوم 30 مايو، يوم هيبقى يوم خميس ان شاء الله في استاد المقاولين العرب الساعه 8 مساء. اما نادي الاسماعيلي هيقابل نادي القناه على استاد الاسماعيليه في 8 مساء في نفس اليوم اللي هو يوم الخميس 30 مايو. سجل معايا بقى الحاجات دي لان هتبقى جميله وهتبقى ماتشات ممتعه، لان بعض الفرق اللي طالعه من تحت وعايزه تلعب كاس مصر دي بتأدي باداء هايل جدا وبتبقى عندها شغف ويبقى الماتش مفتوح وجميل. اما يوم الجمعه بقى يوم 31 مايو تحديدا نادي بيراميدز هيلاعب نادي النصر، نادي النصر برده من الانديه العريقه بتلعب في الممتاز ب، هيلعبوا ان شاء الله بالقاهره في استاد الدفاع الجوي الساعه 8 مساء. اما يوم السبت 1 يونيو ان شاء الله تحديدا نادي انبي اللي هو طبعا دلوقتي عامل نوش كده وقاعد بيتكلم ان خلاص لو الاتحاد الافريقي بعد دلوقتي هنبقى احنا كده خلاص هنلعب كونفدراليه لان احنا الاحق واحنا المركز الرابع. هيلاعب نادي النجوم تحديدا على استاد بتروسبورت في 8 مساء. نتمنى ان شاء الله لقاءات جميله لكل الفرق الجميله دي، والدوري المصري ان شاء الله يبقى يخلص بقى بدري والانديه تتبعت خلاص للاتحاد الافريقي والمشكله تتحل اللي هي القائمه كل مره. بس انا بفترض يعني جدلا يعني بحيث ان احنا ما نجادلش اكتر واكتر، اتمنى الاتحاد المصري لكره القدم يلعب تحديدا الدوري المصري ويقفله عن دور واحد وما يكملش الدور الثاني، وبعد كده الموسم اللي جاي ان شاء الله يحل الازمه بتاعته، ما يبقاش في حاجه اسمها مؤجلات، الفريق فيه 30 لاعب يلعبوا. اي نعم دي هتبقى ظالمه للنادي الاهلي بس هو ده الصح وهو ده المتبع في كل دول العالم. وبكده تكون نهايه الحلقه معانا النهارده، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، اتمنى نعمل لايك للحلقه دي ونعمل اشتراك في القناه ونفعل زر الجرس بحيث نجيلكم الجديد، وشكرا لمتابعتكم لينا قناه ابراهيم مشفاي.